عايدة نور الدين ممرضة مصرية اشتغلت في مستشفى اسكندرية الجامعي. اشتغلت لمدة 7 سنين في قسم العناية المركزة، وكانت بتشتغل تحت إشراف دكتور الأعصاب هشام أبو رحمة، واللي كل ضحايا عايدة كانوا من المرضى بتوعه. اتولدت عايدة نور الدين سنة 1973. عايدة يتم اتهامها بجريمة قتل وهي عندها 24 سنة، وكمان الشروع في قتل 29 مريض غير اللي مات، وده كان عن طريق حقنهم بمادة الفليكساديل. طبعا كل الحالات دي كانت في مستشفى الجامعة. يتقبض على عايدة ويتوجه الاتهام ليها الشروع في قتل 29 ضحية، وكمان اختلاس اموال عامة. والتهمة دي كانت عبارة عن الادوية اللي كانت بتسرقها من المستشفى. القضية تتشهر في الاعلام المصري وعلى طول تبقى قضية رأي عام. اتحكم بالاعدام على عايدة، وده كان الحكم الاولي، وبعد كده تم نقض الحكم، وده كان عن طريق المحامي آمر أبو هيف. آمر استبدل تهم عايدة وخلاها من القتل العمد لضرر افضى الى موت. العقوبة هنا من 3 سنين ل7، وحكمت المحكمة على عايدة ب5 سنين سجن. النيابة منعت الشهود من السفر، وبرغم كده 2 من الشهود سافروا، والمستشفى فضلت قافلة لمدة 3 أيام، وده عشان الممرضات الموجودين في المستشفى دخلوا في إضراب، لأنهم كانوا خايفين لا يموت أي مريض تاني. الإضراب ده عمل قلبان في المستشفى، وهنا تتدخل الشرطة تجبر الممرضات إن هم يرجعوا للشغل مرة تانية. عايدة حقنت مريض بالفليكساديل، وحقنته من غير أي سبب يستلزم ده. الحقنه دي ما كانش ليها اي داعي، والمريض يموت بسبب الحقنه دي. وعايده كانت عارفه ان المريض مش محتاج الحقنه، وهي قالت انها ما كانتش تقصد قتله، وان اللي موت المريض العقار الغلط، وده اللي خلاها تتحبس لمده 5 سنين. القصه ابتدت ان في دكتور اسمه عادل لاحظ ان في حالات بتموت بعقار الفليكساديل، وكل الحالات دي كانت تحت اشراف الممرضه عايده، وما كانش فيه اي حاجه بتحصل والممرضه عايده في اجازه. الدكتور عادل بلغ رؤسائه في المستشفى، لكنهم طلبوا منه انه يداري على الموضوع ويقفل عليه علشان ما يحصلش اي شوشره لسمعه المستشفى. والدكتور عادل خد وعد بتحقيق داخلي. وقتها حصل خلاف بين الدكتور عادل والدكتور نبيل عبد الرحمن، وبدات الاقسام تتخانق في المستشفى. قسم التخدير كان بيشتم في قسم العنايه، وقسم الجراحه كان بيشتم في كله، وبقت المستشفى ولا السويقه. في التحقيقات عايده قالت انها كانت بتحب الدكتور هشام ابو رحمه، وكانت دايما بتحب تشوفه. الدكتور هشام كان عارف انها بتحبه، ولكنه كان مطنشها. عايده كانت بتحقن المرضى بالفليكساديل علشان يجي الدكتور هشام يشوف المرضى. وفي المحكمه عايده تنفي كل الاعترافات دي، وقالت ان وكيل النيابه هو اللي اجبرها انها تقول الكلام ده. عايده قالت في الاعترافات انها قتلت حوالي 29 ضحيه، وبعد كده قتل المرضى بقى كيف عندها. كانت في حاجه بتحركها علشان تقتل الضحايا بالطريقه دي، لدرجه انها قالت انها كانت بتبقى مبسوطه وهي بتعمل كده، وكمان كانت مبسوطه وهي بتشوف تاثير الفليكساديل على المرضى، وحكت تفاصيل قتلها لكل ضحيه. النيابه تستدعي الدكتور هشام ابو رحمه. هشام ابو رحمه انكر حكايه حبه لعايده. هو كان عارف انها بتحبه. هشام ابو رحمه كان عارف ان عايده بتحبه، وعشان كده قطع معامله معاها لمده 3 شهور، لحد ما زميله ليها قالت له يا عم ما تعملها بشكل عادي، عايده غلبانه وظروفها وحشه. وفعلا رجع هشام ابو رحمه يكلم عايده بس بحدود اكتر شويه. حتى زملاء عايده اعترفوا قدام النيابه وقالوا ان عايده كانت ممكن تعمل اي حاجه علشان الدكتور هشام ابو رحمه. في وقت التحقيقات عايده كانت غريبه، كانت بتعترف بكل حاجه من نفسها، وحاولت تنتحر في قسم المنتزه. الصحافه قالت ان دي كانت محاوله من عايده علشان تتخلص من الضغط النفسي اللي عليها. عايده تقضي مدتها وتخرج من سجنها وتطلع في برنامج مع وائل الابراشي. وائل قال لها انت كنت بتحب الدكتور ابو رحمه، لكن عايده تنفي وتقول انا كنت بحب الاستاذ آمر المحامي. وائل سالها على ال30 ضحيه، قال لها لما انت مش قتلتيهم امال مين اللي قتلهم، وازاي ماتوا من غير ما يكون في متهم او اي حد يتحاكم، وليه ساكتين على القتله لحد دلوقتي؟ وقال لها يمكن انت اللي قتلتيهم فعلا، لكن ادانتك هتدين مهنه الطب في مصر، وكان الحل انك تاخدي حكم مخفف ليس الا. تقريبا عايده مش فهمت الكلام ده، وقالت هسيب الرد للاستاذ آمر المحامي. بعد الحلقه دي عايده اختفت تماما، لكن قصه عايده اتعملت مسلسل درامي. لما اتنشرت القضيه سنه 1997 عجبت المؤلف اسامه غازي، واللي قرر انه يكتب مسلسل عنها، لكنه في المسلسل يخلي عايده دكتوره مش ممرضه. سنه 2000 يخرج المسلسل للنور، المسلسل اللي اتسمى اوبر عايده، وكان بطوله حنان ترك ويحيى الفخراني. المسلسل كسر الدنيا لان القضيه كانت مشهوره وقتها. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد عوض، واستنوني الحلقه الجايه. سلام.